ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم عن القديس العظيم الأنبا بشوي. اتولد الأنبا بشوي في قرية شنشة بمحافظة المنوفية سنة 320 ميلاديا، وكان واحد من ضمن 6 اخوات، وباباه اتنيح وراح السما، ومامته هي اللي كانت مسؤولة بتربيته هو واخواته. وكان بشوي جسمه نحيف وضعيف. وفي يوم من الأيام يا أصحابي ظهر الملاك لمامة بشوي في رؤية وقال لها: ربنا بيقولك اعطيني واحد من أولادك عشان يخدمني طول حياته. وكان رد مامة بشوي: يا سيدي اختار اللي يعجبك منهم. والملاك رد عليها يا أصحابي وقال لها: بشوي هيحب ربنا وهيخدمه. فمامته استغربت وقالت له: ازاي يا سيدي؟ اختار واحد قوي عشان يقدر يخدم ربنا. فرد الملاك وقال لها: بشوي هو ده اللي اختاره ربنا. وقال لها كمان ان قوة الرب في الضعف تكمل. بشوي راح برية شهيد واترسم راهب واتلمذ على يد القديس الأنبا بموع. وفضل الأنبا بشوي مواظب على العبادة في خلوة استمرت لمدة 3 سنين، وما كانش بيطلع أبدا من قلايته. ومن حب الأنبا بشوي للصلاة عمل خرم في سقف القلاية وربط شعره بحبل عشان كان شعره طويل قوي يا أصحابي. ففكر في الفكرة دي عشان أثناء الصلاة ما ينامش ويفضل مركز وهو بيصلي. فكان لما النعاس بيغلبه راسه بتطلع لقدام، فشعره بيتشد عن طريق الحبل، فبيكمل تاني صلاة وبيفضل مركز فيها. كان فعلا بيحب بابا يسوع قوي. وكمان الأنبا بشوي أصحابي كان بيصوم فترات طويلة جدا. طول الأسبوع ما كانش بياكل أي حاجة، لكن بيجي عند يوم السبت وكان بياكل. وكمان كان بيحب يشغل وقته بالعمل اليدوي. وفي يوم من الأيام كان الأنبا بشوي قاعد بره قلايته ولقى راجل غريب ماشي في الطريق. فالأنبا بشوي وقف وقال له: من فضلك ممكن أساعدك؟ شكلك ماشي بقالك فترة طويلة جدا، ممكن تدخل قلايتي عشان تستريح شوية؟ رد الراجل ده يا أصحابي وقال له: لا شكرا، أنا قربت خلاص أوصل. فالأنبا بشوي رد عليه وقال له: لا اتفضل، أنا عايز أخليك تستريح شوية عشان شكلك بقالك فترة طويلة مسافر. فالراجل الغريب ده يا أصحابي دخل قلاية الأنبا بشوي، والأنبا بشوي قال له: خليك قاعد هنا بس دقيقة، أنا هجيلك على طول. على طول الأنبا بشوي راح جاب معاه طبق مليان مية وقال للراجل: بعد إذنك ممكن تخليني أغسل رجلك؟ والأنبا بشوي أصحابي وهو لسه هيبدأ يغسل رجلين الراجل الغريب ده، عارفين لقى إيه؟ لقى في رجلين الراجل الغريب ده علامة الصلب. على طول أدرك إن الراجل ده هو السيد المسيح. فالأنبا بشوي قال: ربي وإلهي يسوع المسيح. رد عليه بابا يسوع وقال له: أيوة يا بشوي. وبعد كده الرهبان عرفوا إن بابا يسوع ظهر للأنبا بشوي. فالرهبان راحوا للأنبا بشوي وقالوا له: لو سمحت يا أنبا بشوي، إحنا نفسنا كمان نشوف بابا يسوع، ممكن تصلي وتقول له انه يظهر لنا عشان احنا نفسنا نشوفه؟ وفعلا يا اصحابي الأنبا بشوي سمع كلام الرهبان ودخل قلايته وفضل يصلي طول الليل وقال: ربي حبيبي من فضلك تظهر لاخواتي الرهبان علشان هم بيحبوك قوي ونفسهم يشوفوك. آمين. وفعلا يا أصحابي ربنا استجاب ورد على الأنبا بشوي وقال له إن الرهبان يطلعوا على الجبل في يوم معين وهو هيظهر لهم على طول. وجيه اليوم يا أصحابي اللي ربنا وعد بيه إنه هيظهر على الجبل. لكن في اليوم ده حصلت حاجة غريبة. كان في الطريق راجل عجوز قاعد على جنب، وكانوا الرهبان بيجروا بسرعة قوي عشان يلحقوا يطلعوا الجبل عشان يشوفوا مين؟ بابا يسوع. فالراجل العجوز ده كل ما كان بيشوف راهب معدي من قدامه كان بينده على كل واحد منهم وبيقول: لو سمحت بعد إذنك تقدر تساعدني؟ فكانوا الرهبان مستعجلين جدا، وكل ما واحد فيهم يعدي يقول له: آسف معلش أنا مستعجل، أنا لازم أطلع الجبل بسرعة عشان ألحق أشوف يسوع المسيح. وبعد كده آخر واحد من الرهبان جه هو الأنبا بشوي. فشاف الراجل العجوز ده وقال له: أنت محتاج مساعدة؟ رد الراجل العجوز ده وقال: لا شكرا، اتفضل أنت عشان تلحق تطلع الجبل، أنا عارف إن ربنا هيظهر دلوقتي. رد الأنبا بشوي وقال له: من فضلك خليني أساعدك. وقال الراجل العجوز: لا
كده أنا هخليك تتأخر. لكن يا أصحابي المفاجأة كانت إن الأنبا بشوي ساعد الراجل العجوز، ولما الأنبا بشوي شال الراجل العجوز يا أصحابي لقاه خفيف قوي واستغرب، وهم طالعين الجبل ما كانش حاسس بتقله، لكن بدأ يتقل لحد ما الأنبا بشوي تعب قوي وما بقاش قادر يشيله خالص. فقال الأنبا بشوي ازاي كده؟ انت كنت خفيف اول ما شلتك، ازاي ايه دلوقتي تقيل قوي؟ أنبا بشوي يا أصحابي لما بص كده بعينيه للراجل اللي هو شايله لقى إنه هو بابا يسوع. رد الأنبا بشوي وقال ربي وإلهي. فرد بابا يسوع وقال له أيوة يا بشوي. طبعا يا أصحابي دي حاجة حلوة خالص. فالأنبا بشوي قال يا إلهي إزاي واحد زيي هو اللي يشيلك؟ رد بابا يسوع وقال حبيبي بشوي، لأجل محبتك للآخرين ولأجل إنك شلتني فجسدك مش هيشوف أي فساد من بعد انتقالك للسماء. وتنيح الأنبا بشوي وهو عنده 97 سنة في يوم 8 أبيب سنة 417 ميلاديا، وجسده يا أصحابي زي ما هو وهو موجود في ديره في الأنبا بشوي بوادي النطرون. يا ريت كلنا يا أصحابي نتعلم من القديس العظيم الأنبا بشوي إننا دايما نحب غيرنا ونساعدهم. الآية كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الشاهد رسالة بطرس الأولى 1:16. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.